بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض سندوتش حلو قوي، سهل وسريع، وهو كمان مشهور قوي. هنعمل سندوتش فلي تشيز ستيك بطريقه سهله وسريعه وطعم روعه. هي حاجه كده سريعه ومش محتاجه مننا ولا وقت ولا مجهود ولا ادوات كتير ولا مواعين كتير ولا اي حاجه خالص. هنبدا نجهز اللحمه بتاعتنا. معايا ان هو دي لحمه ستيك، كنت جايباها اعملها بوفتيك، بس انا غيرت رايي وقلت اعملها السندوتش دوت. فهنجيبها نقطعها كده شرايح رفيعه خالص، زي كده شرايح الشاورما. ولو قدرتوا كمان ترفعوها اكتر من شرايح الشاورما يكون احسن وافضل. لو مش هتعرفوا ترفعوها وتقطعوها كده شرايح رفيعه، اطلبوها من الجزار وخلوا الجزار هو يقطعها لكم شرايح رفيعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. على قد ما تقدروا قطعوها ورفعوا فيها على قد ما تقدروا. طبعا لو يعني على قد ما تقدروا جمدوها في الفريزر، وكل ما تجمد في الفريزر كل ما هيكون التقطيع بتاعها سهل. شايفين انا قطعتها شرايح رفيعه بالشكل ده. خلصت الكميه كلها وقطعتها كده. شايفين قطعتها رفيعه على قد ما قدرت. ده كده كان شكلها وخلصت الكميه كلها. هنبدأ بقى نجهز الطاسه بتاعتنا. هحط فيها معلقه زيت ومعلقه زبده. اهم حاجة في الخطوة ديت تكون الطاسة سخنة جدا. هنزل عليهم بشرايح اللحمة اللي قطعناها مع بعض. لو الطاسة مش سخنة اللحمة هتنزل المية بتاعتها وهتنشف معايا. لازم الطاسة تكون سخنة جدا وعشان تاخد الصدمة وتاخد اللون كمان اول ما ننزلها في الطاسة. شايفين ده كده كان شكل الكمية كلها. شوية المية اللي نزلوا من اللحمة دولت هم دولت اللي هيسوولي اللحمة. اللحمة هنا مش هتاخد وقت، ولا يعني 5 دقايق بالكتير هتلاقوا اللحمة استوت معاكم وبقت جميلة جدا. ما بتاخدش وقت خالص ولا في السوى. شايفين خلاص بقى اول ما تتشرب المية تاني اللي نزلت منها، خلاص هي كده بتكون جاهزة معايا. شايفين اخدت كمان اللون الذهبي دوت. هو ده اللون اللي احنا عايزين نوصله. مش هنزود عليها اكتر من كده عشان ما تنشفش معانا وتشد معانا. التوابل اللي انا استخدمتها هنا هحطها على اللحمه. استخدمت ملح وفلفل اسود وتوم باودر، مش اكتر من كده. لو مش عايزين تحطوا توم باودر، لو في فصين توم مهروسين تقدروا تحطوهم، بس انا هنا حطيت التوم الباودر. هنبدا بقى نقلبهم كده مع بعض. يا دوبك بس دقيقه او واحده بس اللحمه تاخد من النكهه بتاعه الملح والفلفل الاسود والتوم الباودر، وهخرجهم على طول في طبق. الوصفة دي بجد أسهل وأسرع من الشاورما. يعني الشاورما بتحتاج توابل كتير، بتحتاج خطوات كتير، لكن دي بجد سهلة جدا. في نفس الطاسة اللي احنا استخدمناها هحط تاني معلقة زبدة. ومعايا هنا بصلاية كبيرة مقطعاها شرايح جوليان كده زي ما انتوا شايفين. عايزين تقطعوها مكعبات صغيرة شوية برضو اللي يريحكم. والوصفة دي كمان لو عايزين في البصل الأبيض أو البصل الذهبي لو موجود متوفر عندهم استخدموه، بيكون أحسن من البصل الأحمر. بس أنا اللي كان موجود عندي هو البصل الأحمر. هبدأ اشوح فيه كده لحد ما يدبل معايا وياخد اللون الذهبي الفاتح ده زي ما انتوا شايفينه كده، ويكون استوى معايا. اهم حاجة يكون استوى، انا مش عايزاه يتحرق ولا ياخد لون اكتر من كده. هكون معايا هنا شرايح من المشروم. هشوح المشروم هنا بنات اختياري، يعني مش عايزين تحطوه ومش موجود بلاش منه اصلا. بس هو مع الوصفة كان طعمه حلو جدا. هشوح كده المشروم مع البصل دقيقة كده ولا حاجة. وكمان معايا هنا فلفل الوان معايا اصفر واخضر. تقدروا تستخدموا حاجة واحدة بس، أصفر أو أخضر. عايزين لو موجود كمان أحمر وحابين تحطوه زي ما تحبوا. وكمان لو حابين تزودوا فلفل حار معاها بتخلي السندوتش في حتة تانية خالص. بس أنا ما حطيتش فلفل حار. حطيت بس الأصفر والأخضر كده، وهستنى بس لحد ما يتبلوا شوية. أنا غطيت عليهم عشان يتبلوا معايا بسرعة. ونفس التوابل اللي أنا استخدمتها في اللحمة هي نفس التوابل اللي أنا حطيتها على الخضار. ملح وفلفل أسود وتوم باودر. سبتهم كده شويه لحد كده ما دبلوا كده شويه ودخلوا في السوا. هنزل عليهم بشرايح اللحمه اللي احنا سويناها مع بعض، وهقلبهم كده مع بعض كويس جدا، وهسيبهم دقيقتين 3 على النار ياخدوا بس كده من طعم بعض. شايفين يا بنات احنا ما استخدمناش ما غيرنا، هي نفس الطاسه اللي احنا استخدمناها او نفس الحله.
هنا مفيش مواعين كتير، مفيش وقفة كتير، في ربع ساعة تلت ساعة هتلاقوا الأكلة والوصفة دي خلصانة معاكم. يعني أكلة في حلة واحدة لو مستعجلين. الناس اللي بتشتكي إن الستيك بينشف معاهم وما بيطلعش مظبوط معاهم، جربوا الوصفة دي وإن شاء الله تعجبكم. هنا بقى معايا شوية من الجبنة الموتزاريلا، هحطهم بقى كده على وش اللحمة. تقدروا تستخدموا حاجة واحدة بس، يعني جبنة موتزاريلا او جبنة شيدر اللي موجودة متوفرة عندكم. انا حطيت الاتنين، حطيت شوية من الجبنة الموتزاريلا وحطيت جبنة شيدر. وتقدروا طبعا تستخدموا برضك اي كمية موجودة عندكم، تزودوا تقللوا الوصفة بتاعتكم، وتقدروا انتوا تحطوا الكمية اللي انتوا حابينها. احنا بنعملها بقى في البيت بطريقة مظبوطة واحسن من بره بكتير. انا اكلت السندوتش ده بره كان غالي جدا، فقلت لازم اجربه معاكم. بجد والله كمان كان طعمه احلى من اللي جربته بره. جربوه وانا متأكدة ان شاء الله ان هو هيعجبكم. بجد سندوتش حلو جدا. معايا بقى هنا هو الطاسة. لو عايزين تستخدموا نفس الطاسة اللي احنا حملنا فيها اللحمة تقدروا تستخدموها. معايا هنا هو عيش فينو، حطيت فيه مكعب زبدة. وهحمص بس العيش شويه ياخد تحميصه كده هوت، ولون الذهبي دوت زي ما انتم شايفين كده هوت. التحميصه بتاعه العيش دي بتخلي العيش متماسك معايا لما اجي احط فيها الحشوه. وكمان ما بيشرب من الزبده كده هو بيخلي طعم العيش حلو جدا. كميه العيش طبعا زي ما انتوا عايزين بقى، الكميه اللي انتوا تحبوها، يعني انتوا بقى بتعملوا على حسب عدد افراد اسرتكم، وتحطوا الحشوه في السندوتش زي ما انتوا عايزين. هنبدأ بقى نجيب العيش بتاعنا. معايا هنا هو كمان معلقة من المايونيز. هنا تقدروا تستخدموا مايونيز او كاتشب، لو عايزين تستغنوا عن الاتنين ومفيش ولا مايونيز ولا كاتشب بلاش. بس هنا هو المايونيز ادى طعم حلو جدا للسندوتش وخلاه جوسي اكتر. وخلى السندوتش بجد طعمه احلى. فانا هنا هو استخدمت مايونيز بس. زي ما قلت لكم حابين تستخدموا كاتشب برضك براحتكم اللي يريحكم. طيب شايفين بقى هنا هوت كده الجبنة بقى كده خلاص كانت ساحت مع اللحمة. هنبدأ اجهز معاكم الساندوتش. احنا بنات على القناة كنا عملنا قبل كده الستيك المقلي. الناس اللي ما بتعرفش تظبطه كنا عاملينه ما بتعرفش تخلي الكفر بتاعه ثابت على الستيك من بره، وبيقولوا ان هو بينشف معاهم. عملنا احنا قبل كده الستيك المقلي على القناة، لو حابين تدخلوا تشوفوه ادخلوا شوفوه ان شاء الله يعجبكم. وكده خلاص شكل السندوتش شايفين شكله عامل ازاي، بجد طعم تحفة بنات. جربوه والله احلى واسهل كمان من سندوتشات الشاورما. انا متأكدة ان شاء الله ان هو هيعجبكم. وكده خلاص انا اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، اتمنى ان هو يكون عجبكم. جربوا الوصفة وقولوا رأيكم فيها. ولو عايزيني اجرب معاكم اي وصفة تانية قولوا لي في الكومنتات وانا ان شاء الله اعملها معاكم. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة.